أصغر أم في العالم. دي واحدة من أغرب القصص اللي أنت ممكن تقراها. طفلة عندها 5 سنين كانت حامل وولدت، والغريبة إنها ولدت طفل سليم وطبيعي. مامة لينا لاحظت إن بنتها بطنها بتتنفخ بشكل غريب، فتوقعوا إن يكون عندها ورم. ولما كشفوا عليها الدكتور قال بنتك حامل. طبعا ما صدقتش ولفوا على دكاترة كتير وكلهم قالوا نفس الكلام، إن لينا حامل. طب ازاي؟ طفلة عندها 5 سنين ازاي تبقى حامل؟ وحامل من مين؟ اهلها كانوا هيتجننوا. لينا جات لها الدورة الشهرية وهي عندها 8 شهور، يعني بلغت وهي عندها 8 شهور. وهي عندها 5 سنين الحوض بدأ يتسع والعظام كانت بتنمو بشكل غريب. وعملية الولادة بتاعتها اللي هي كانت قيصرية طبعا اتوثقت كأغرب عمليات الطب، وانتشرت بشكل غريب جدا في العالم كله. في الأول قبضوا على أبو لينا وقالوا إنه هو اللي اغتصبها، لكن ما قدروش يثبتوا عليه أي حاجة وطلع براءة. لينا لما خلفت الطفل كان وزنه طبيعي 2 كيلو و700 جرام، وكانت صحته كويسة. الولد طبعا كان مقتنع إن لينا أخته الكبيرة مش أمه، وما عرفش إنها أمه غير لما وصل عمره 10 سنين. ولما كبرت لينا اشتغلت سكرتيرة عند الدكتور اللي ولدها، واتجوزت واحد اسمه راؤول وخلفت منه طفل تاني. اتجوزت وهي عندها 30 سنة. أما ابنها اللي هي خلفته وهي عندها 5 سنين اتوفى وهو عنده 40 سنة بسبب مشكلة في العظام. ولينا فضلت عايشة، يعني لو لينا عايشة لحد دلوقتي كان هيبقى عندها 91 سنة. لينا كانت مولودة من أسرة فقيرة وما كانش وقتها في تحليل DNA. قصة غريبة، لو ما كانتش اتوثقت ما كانش فينا حد هيصدق. لينا اتولدت سنة 1933 وولدت سنة 1939، وعلى فكرة ولدت في شهرها السابع. كان عندها وقتها وقت ما ولدت 5 سنين و7 شهور و21 يوم. لما حصلت قصة لينا أهلها كانوا بيخافوا جدا من الشهرة، كانوا بيبعدوا عن اللقاءات الصحفية والأضواء. ومع العلم إنها كان عندها 9 إخوات وكانت عايشة في قرية فقيرة جدا. الأطباء احتاروا في حالة لينا، في اللي قال إنها تعاني من حالة وراثية نادرة اسمها البلوغ المبكر، ودي كانت بتؤدي لتغيير في الجسم. بس في الآخر حتى لو في تغيير في جسمها هي شكلها شكل طفلة. ولغاية دلوقتي قصة لينا مجهولة وغامضة لأن مش معروف مين أبو الطفل. وعلى الرغم إن عيلة لينا اتعرض عليهم آلاف الدولارات، ودي عيلة فقيرة، لكن هم رفضوا الإفصاح تماما، رفضوا الكلام، يعني رفضوا يعملوا أي لقاءات صحفية. لكن التقرير الطبي بتاع لينا موجود عند الأطباء اللي عالجوها، وصور الأشعة لبطنها اللي كانت بتبين تطور الجنين جواها.